تخيل نفسك في أضعف لحظة في حياتك. الدنيا قفلت في وشك، مش قادر تاخد قرار، حاسس انك تايه وعايز اي علامة تقولك تتحرك فين. وفجأة بتمسك المصحف وتفتحه بشكل عشوائي وتقع عينك على آية تحس انها بتكلمك انت بالذات، كأنها مكتوبة مخصوص ليك. طب هل ده صدفة ولا في حاجة أعمق بتحصل؟ هل فعلا القرآن فيه رسائل شخصية لكل واحد فينا؟ زمان كان في شاب تايه جدا في حياته، دخل في مشاكل كتير، علاقات سامة، حاسس انه بيجري في دايرة مش عارف يخرج منها. بس في يوم كان راكب مع صاحبه في العربية، الاتنين ساكتين لحد لما صاحبه قرر يشغل القرآن على الراديو. الشاب مش مركز، سرحان في حياته، بس في اللحظة دي جه مقطع من آية كأنها بتتكلم عليه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حس ان قلبه وقع، كأن حد بيقوله فوق، انت ضايع بس لسه في امل. اول لما رجع البيت بدأ يدور على معنى الآية، وفجأة حس ان كل كلمة في القرآن رسالة خاصة ليه. ومن اللحظة دي حياته اتغيرت 180 درجة. هل الموضوع مجرد صدفة ولا دي طريقة ربانية علشان توصلك الرسالة اللي انت محتاجها؟ في علم النفس في حاجة اسمها التأثير الشخصي. المخ دايما بيحب يربط بين الكلام اللي بيسمعه وحياته الشخصية. مثال بسيط، هل عمرك لاحظت ان لما بتكون زعلان او فرحان تحس ان اي اغنية بتسمعها بتوصف حالتك؟ ده لان العقل بيخلق ارتباطات بين الكلام اللي بيسمعه وبين مشاعره الداخلية. لكن القرآن مش مجرد كلام عام، هو رسالة خاصة لكل واحد فينا. وأدهم الشرقاوي بيأكد ده لما بيقول القرآن مش مجرد كتاب بتقرأه، دي رسائل مباشرة من ربنا، بس محتاجة قلب سامع. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني القرآن ميسر ومفهوم، لكن هل في حد فعلا بيسمعه؟ تخيل شخص من أشد أعداء الإسلام، شخص قرر ينهي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يتحول لواحد من أعظم الصحابة بسبب آية واحدة بس. عمر كان رايح يقتل النبي، لكن في طريقه سمع إن أخته أسلمت، راح لها ودخل عليها فجأة. وكلنا عارفين القصة الشهيرة، شاف الصحيفة اللي كانت بتقرأها، مسكها وقرأ آية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. حس ان الكلام موجه ليه، فجأة حس ان الآية بتقوله مش ده اللي انت كنت فاكره، مش ده اللي انت كنت فاهمه غلط. ومن اللحظة دي قلب عمر اتغير تماما ودخل الإسلام. أنا عايزك تجرب ده بنفسك. فكر في موقف معين في حياتك، مشكلة، قلق، خوف، أي حاجة مضايقاك. افتح المصحف بشكل عشوائي واقرأ الآية اللي تقع عينك عليها. حاول تفكر هل في معنى فيها يناسب حالتك؟ هتتفاجئ ازاي انك دايما هتلاقي رسالة تناسبك، كأنها مكتوبة مخصوص ليك. والموضوع مش صدفة، دي طريقة ربانية علشان توصل لك الرسالة الصح في الوقت الصح. وأدهم الشرقاوي بيقول كل لما تحس انك تايه افتح القرآن، هتلاقي رسالة دايما تردك للطريق. ابدأ يومك بآية، كل يوم الصبح خد آية واعتبرها رسالة ربانية ليك النهاردة. خلي القرآن مرجع لحياتك. لما تواجه مشكلة اسأل نفسك هل القرآن اتكلم عن حاجة زي دي؟ جرب التأمل في الآيات. لما تقرأ آية اسأل نفسك ازاي أطبقها على حياتي دلوقتي؟
عارف الكتالوج اللي اي مصنع بينزله مع اي جهاز بتشتريه؟ اهو القرآن ده هو الكتالوج اللي الخالق نزله لهذا الانسان، وله المثل الاعلى. القرآن مش مجرد كتاب بيتقري، ده نور حياتك، بس محتاج تسمعه بقلبك. طيب لو كانت كل رسالة قرآنية ليك، يبقى ليه ساعات بنخاف رغم كل الوعود الإلهية؟ ليه في مواقف بنكون متأكدين إن ربنا معانا لكن قلبنا بيفضل يرجف؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. اعمل سبسكرايب واشترك في القناة علشان تشوف كل جديد، وشارك الحلقة مع اللي بتحبه، وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك. ده لو وسيب لي تعليق بآية وقعت عينك عليها ردتك للطريق. خلينا نفيد بعض. السلام عليكم.